صعد الأهلي للنهائي للمرة الخامسة على التوالي. امبارح في ماتش العودة بين الأهلي ومازيمبي، الأهلي قدر يحقق الفوز ب3 أهداف مقابل لا شيء في مباراة العودة بينه وبين مازيمبي الكونغولي، واللي كانت مباراة الذهاب بين الفرقتين الأسبوع الماضي خلصت بالتعادل السلبي في الكونغو. كانت نتيجة جيدة للأهلي، بس في نفس الوقت كانت نتيجة مقلقة شوية إن الأهلي ما يستقبلش جول في مصر. وفي المقابل قدر الأهلي امبارح اللي هو يكسب 3-0 ويصعد للمباراة النهائية اللي هيقابل فيها في مفاجأة كبيرة الترجي بعد الفوز ذهابا وإيابا على صن داونز الجنوب أفريقي. قدر الترجي التونسي اللي هو يكسب صن داونز رايح جاي بنفس النتيجة 1-0 في تونس و1-0 في جنوب أفريقيا، وبكده بيكون طرفي النهائي في بطولة دوري أبطال أفريقيا الأهلي المصري والترجي التونسي. يا ترى الشهر الجاي في النهائي مين فيهم هيتوج بالبطولة؟ الأهلي هيقدر ياخد حقه من الترجي اللي حصل في 2018 ولا لأ؟ ولا الترجي هيقدر يكررها تاني؟